السلام عليكم ومبروك عيدكم. وهذا الفلوق ديال ليلة العيد، حنا في اخر يوم في رمضان كان باقي عندنا كل شيء فحال اول يوم ديال رمضان فحال اخر يوم. يعني خاص ضروري الحريره تصايب، راكم عارفين شحال كتشد ديال الوقت. والعشاء حتى هوايا والفطور على حقه طريقه. وهنا راني كنت مضاربه مع مطيشه باش نقاد الحريره، وفي نفس الوقت قاديت واحد الطويجين خفيف ظريف. كيجيني انا من احسن الطواجن بالفلفله حلوه وبالصدر ديال الدجاج. راه الوصفه من عندكم في القناه، نقدر نخلي لكم البيان ديالها. اول حاجه بديت بها من بعد ما ساليت ديك الربيونه ديال الفطور، كنت كنحس براسي عيانه، خليتها مشيت نعست على خاطري، وفقت مع ديك تقريبا 2:30 ديال الصباح 3. هنايا المسائل كامله كنت شارياها، وتقريبا واخا حسبت تعيس ما بغيتش ندير الحلوه ديال، بغيت ندير الحلوه فيها غير الدقيق والماء هاد العام هذا. قلت شويه نبدل ندير الحلويات اللي بلا فران، ويكونوا حتى فيهم شويه ديال المعنى، يعني بالتمر اللوز فيهم شي حاجه اللي مقاده. وفي نفس الوقت داكشي كان اقتصادي للغايه. الحلوه الاولى اللي بديت بها كنت بديت بها هذه في الوقيته اللي كنت كنوجد في الفطور. درت التمر هنا، طحنت واحد نص كيلو، خديت التمر اللي كيكون هكا يرطب والجوده ديالو زوينه، يعني حتى في المذاق كيجي زوين. وخلطت رابعه ديال اللوز مع نص كيلو ديال التمر مع تقريبا واحد 6 ديال البيموات. والوصفه تقريبا خرجت ليا الخير والبركه. درت هنايا صبيعات فيهم تقريبا واحد 23 غرام، وعبرت واحد بواحد. كنت ديك الساعه باقا داك الخاطر ديال قبل من الفطور. صافي وجدتهم وحصلت مع الشوكولاط. هاد الشوكولاط اللي كيبان لكم هنايا دغيا قاديته من بعد ما فهمت التكنيك شنو فيه. اما الحبات الاولين كان تعجل ليا وجا لا علاقه، ولكن اون فوا فهمت التكنيك صافي قاديته. هنايا خديت الزبده ديال العبار ديال الماكله، وخديت السنيده الكاكاو، ما كانش مالوغوزمون ما لقيتش الباكي، جبت غير هذا ديال العبار وصدق ما زوينش. وهاد اولالا على ود الكيك، الحليب على ود باش نسقي الكيك، الكونفيتور ديال الماكله والكونفيتور ديال الحلوى. صافي هنايا وجدت الكونفيتور، كنت كنصايب في ريشبوند. قاديت تقريبا واحد 4 طلاطات، وقسمت الكميه ديال الخليط ديالها، النص صايبته انا والنص عطيته للدار يعاونوني فيها شويه حيت فيها الخميره. هنايا الحلوه ديال البوق بغيت نديرها تكون هشيشه ما امكن، سكيفي درت فيها الخميره باش كيجي داك المذاق ديالها مفرول وزوين بزاف، ومع فيها الزبده ديال الماكله كتجي المذاق زوين. درت كميه خفيفه ظريفه رابعه، ما كتيرش داكشي ولكن زوين. صافي خديت هنايا العصاره باش نقاد المسائل ديال البغرير. بان ليا العينين ديالو جاو كبار، زدت فيه شويه ديال المدافي ورجعته طحنته عاد جاب الشكل اللي كتشوفوا فيه. يعني فين ما يبان لكم العينين ديال البغرير ماشي هما هادوك، زيدوا شويه ديال الماء وطحنوه مزيان. صافي هنا كنت وجدت المسائل ديالي كامله، كانت تقريبا وصلت واحد 7:30 ديال الصباح. ولكن خدمت بخاطري، ما كانت لا مديرونجيه لا حتى شي حاجه. كلشي طلع هو هذاك. الكيك كان خاص واحد شويه ديال الزيت، انا تقريبا حيت قلت غادي نسقيه مزيان ما بقيتش بغيتو نكثر فيه الزيت، نقصت واحد الربيع، ولكن الصراحه بانت بلاصتو. المسائل كلها كانت واجده مقاده، كلشي بخير هو هذاك. شنو باقي؟ كان باقي انا بالنسبه لي كنت صافي ساليت. قالت لي الوالده لا، خاص المسمن ضروري في الطابله ديال العيد. قلت لها شوفي انا راه صافي تقهرت، غادي نعجل لك العجينه ونخليها لك وانتي تكلفي بها. وداكشي اللي درت غير هو المسمن ديال العيد، انا كيعجبني يكون فيه الحليب باش كيجي المذاق ديالو زوين، وحتى في الوقت ما كيشدش الوقت باش كيتسلق دغيا. صافي درت واحد العجينه ديال تقريبا نص كيلو فيها معجونه بالحليب، جات هي هذيك، وخليتها في البلاستيك باش ترتاح واحد شويه. الوالده اللي تكلفت بها، ايوا صافي وبسلام عليكم.